تعد هذه العملية من أكبر وأخطر عمليات إحباط تهريب المخدرات ببلادنا، فحسب بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية كانت شحنة مخدرات الكوكايين التي تم حجزها قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن قارب صيد. سيناريو العملية كالتالي: فبناء على المعلومات الاستخباراتية الواردة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية تم إيفاد وحدات من البحرية الملكية وطائرات استطلاع تابعة للدرك الملكي، حيث تم على بعد 200 كيلومتر من سواحل مدينة الداخلة التربص بقارب الصيد الذي يحمل شحنة المخدرات، مما دفع بطاقم القارب إلى إلقاء المخدرات عرض مياه البحر كمحاولة منهم لتمويه فرق التدخل. طاقم القارب لاذ بعد ذلك بالفرار، وفي هذه الأثناء قامت وحدة تابعة للبحرية الملكية بجمع وحجز كمية المخدرات الملقاة، وبالموازاة قامت وحدة أخرى معززة بطائرة مراقبة ومروحية تابعة للدرك الملكي على متنها فرقة كوموندو وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قاموا بمطاردة القارب وراكبيه. ولم يمتثل القارب للتحذيرات إلا بعد إطلاق عدة أعير نارية، مما أسفر عن استسلام الأشخاص الذين يتواجدون على متنه وقطر القارب إلى ميناء الداخلة بعد ذلك. هذه العملية الكبيرة توجت بإلقاء القبض على المشتبه بهم، وحسب مصدر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تم إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة، حيث اتضح أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات، ويستغلان شركات تجارية تعمل في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة مثل هذه العملية الإجرامية. وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن كل خيوط الشبكة المشتبه فيها. وإحباط هذه العملية يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي، جهود لا يوازيها إلا حجم وطبيعة التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب في إطار مكافحته لتهريب الدول للمخدرات.